نعمه الظاهرة والباطنة، وشرع لهم أياما يظهرون ويعظمون فيها شعائر دينهم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله تعالى كرر للمسلمين الفرحة والسرور في أيام. أخرج الإمام النسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال